قبل ما نشاهدوا كل التفاصيل ديال اللقاء اللي انتهى قبل لحظات واللي جمع بين المنتخب المغربي للسيدات ومنتخب الجزائر للسيدات في تحديد المركز الثالث من بطولة كأس أفريقيا للسيدات المقامة بالمغرب. فنبغي نحيي الجالية المغربية المقيمة بالخارج التفاعل ديالها الطيب مع القناة، وأيضا نبغي نحيي كل الجماهير اللي كتابعنا من أنحاء المغرب، من طنجة، الغويرة، وكاين حتى بعض الناس اللي كيشاهدونا من الجزائر في هذا الفيديو هذا. فمرحبا بالجميع، وان شاء الله نشاهدوا معا كل التفاصيل ديال اللقاء ونستمتعوا معا. فنعطي واحد المقدمه على اللقاء. فكما كتعرفوا فاللقاء ديال اليوم هو كان لقاء يعني مفصلي فقط، لانه المباراه تعتبر لتحديد المركز الثالث في بطوله كاس افريقيا بالمغرب. فالمنتخب المغربي خرج من دور نصف النهائي، وايضا حتى منتخب الجزائر خرج من نصف النهائي، وبالتالي من سيحصل المركز الثالث؟ كان هذا هو السؤال المطروح، وهادشي اللي جاوبتنا عليه المقابله اليوم جمعت بين المنتخب المغربي ومنتخب الجزائر. اللقاء اللي كان في دور المجموعات واللي خرج فيه المنتخب المغربي منتصر على منتخب الجزائر بهدف نظيف، اليوم كان لقاء اخر بطعم اخر بشكل اخر. المباراه ماشي بحال الاولى اللي كنا كنشاهدوها في دور المجموعات، ولكن على العموم اليوم استمتعنا. عرفنا شكون هو ثالث هذه البطوله هذه، واهم شيء هو اننا نبحثوا على لاعبات جدد للمنتخب المغربي ونطعموا المنتخب في باقي المنافسات المقبله. وحتى المنتخب الجزائري راه هذه السنه راه بصم على موسم رائع جدا، وعلى واحد البطوله اللي كبيره، وكان دائما قوي، وهذا الموسم كان اقوى. ولكن هذه مالاوي 3-1 كانت شويه قاصحه للمنتخب الجزائري السيدات. لكن المنتخب المغربي اليوم ابدع في يعطينا واحد الصوره جميله كره القدم الوطنيه في هذه النسخه هذه. نتاسفوا على رحيل المدرب خورخي بيضا على هذه الخساره ايضا ضد البطوله هذه. فمره اخرى نشكركم على المتابعه، والى اللقاء.